أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في برنامجكم صوت الصعيد. النهارده معانا عدة تقارير. التقرير الأولاني رئيسة مركز أسيوط مركز الفتح الأستاذة نبيلة علي كرمت طلبة متفوقين بمركز العصارة. نروح نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم تاني. النهارده معانا تقرير من محافظة أسيوط مركز الفتح ومن مدرسة خالد ابن الوليد بقرية العصارة، والنهارده في حفل تكريم للطالبة أسماء والطالبة أميمة. الأستاذة نبيلة رئيسة المركز كرمتهم بشهادة تقدير وكرمتهم بمبلغ مالي، ده بناء على تفوقهم في مرحلة التعليم، جايبين 150 من 150. أتعرف بحضرتك؟ اسمها عبد الرسول سيد. منين؟ من عصاري. أتعرف بحضرتك؟ أميمة أشرف مصطفى. طب بيساعدوك في البيت في المذاكرة؟ لا، هو أول حاجة كان بابا بيساعدني في ابتدائي، لكن من أول إعدادي كل واحد مع نفسه أوضته ويذاكر فيها لوحده. مين أفضل مدرس هنا عندك؟ لما بميز المدرسين كلهم زي بعض، كلهم مدرسين بيتعبوا من قلبهم وبيدرسوا كويس وبيدوا كل المعلومة للطلاب، فأنا ما بميز أي مدرس، أنا بشوف كل المدرسين كويسين. بتحب مادة معينة؟ لا، كمان ما بحبش المادة المعينة، يعني برضو المواد كلها. بتقسمي وقتك ازاي؟ ما انا ما بتفرجش دايما على التلفزيون، بس بقسم وقتي على حسب المواد اللي انا خدتها، وما ببداش يعني مذاكره، ببدا مذاكره بسيطه، بعد كده ببدا المذاكره القويه، وفي الاخر يعني بفضل المدرسين انا ببقى فاهمه الدروس، فما بشوفش صعوبه في المذاكره، وده طبعا بفضل مدرسين مدرسه خالد. انت نفسك تطلعي ايه؟ دكتوره. دكتوره؟ باذن الله هتطلعي. باذن الله. وانت التاني بتحبي ايه؟ بتحبي انهي ماده بالظبط؟ لا، ما برضه ما بقيس مواد، يعني عادي كل المواد بالنسبه لي واحد، يعني ما فيش يعني اي مميز، بقيس اي ماده. ومفيش مدرس معين برضه؟ لا، كل المدرسين كويسين وبيشرحوا لنا كويس، وكلهم برضه يعني مدرسين مفضلين بالنسبه لي. بتقسم وقتك ازاي؟ يعني على حسب، بذاكر يعني المواد، وطبعا وقت نوم، بعدين برضه دراسة المواد وتحضير درس كده يعني. ألف مبروك يا أستاذة، وإن شاء الله بإذن الله هنلاقيكي دكتورة، ولا عاوزة تطلعي إيه بالظبط؟ دكتورة. دكتورة؟ برضه؟ يبقى خلاص احنا عرفنا مين كده اللي هيعالجنا بقى. ألف مبروك ليكم ومن تفوق دائما إن شاء الله، وفي العلاء وفي الاستمرار في النجاح والتفوق، وبإذن الله هتبقى القمة ومستقبل أفضل ليكم، وأنا متوقع الكلام ده بإذن الله، وبشكركم وإن شاء الله من تفوق، وهنجيلكم إن شاء الله في الثانوية العامة، وهنجيلكم لما تخش طب إن شاء الله بإذن الله، بس تكون مستمرين باستمرار في النجاح. ماشي؟ أشكركم. مدير المدرسة والوكيل هنتعرف عليهم. اتعرف بحضرتك. رائد مصطفى. اهلا بحضرتك. سيادتك يا باشا. اعرف لو في مشاكل بتعوق التعليم المدرسة بالاخص في القرى. يعني احنا سيادتك تتميز قرية العصارة بان هي قرية فقيرة في الموارد، وفضلا من اهل القرية وعلى راسهم طبعا المسؤولين في البلد، بنسعى جاهدين بان احنا نحصل على قطعة ارض ولو بالتبرعات. يعني احنا على سبيل المثال اخذنا قطعة ارض بجوار المدرسة على اساس نكمل المنظومة التعليمية او نوسع المنظومة التعليمية في البلد، فاخذنا 4 قرارات ونص بجوار المدرسة بحر المدرسة لتوسيع المبنى، وبفضل الله عز وجل وبفضل القائمين على العملية التعليمية في العصارة تم جمع مبلغ 360,000 بجهود ذاتية، ونما إلى علمنا إن هذا الجناح قد تم دخوله في الخطة، ونتعشم من السادة المسؤولين وعلى رأسهم السيد الفاضل محافظ الإقليم، والسادة الفضلاء مدير الإدارة أو مدير المديرية، والسيد الأستاذ الفاضل هو رئيس مجلس مدينة الفتح، إن هم يساعدونا في سرعة دخول هذا الجناح نظرا للحاجة الملحة للأبنية التعليمية وتنفيذه في هذا العام لو كان يعني بالإمكان. ليه السبب؟ لأن احنا عندنا على مستوى القاعدة في التعليم الابتدائي الفصل 80، ولو استمر الحال على ما هو عليه سيصل ل100، فبالله عليك كيف يعطي المعلم في داخل الفصل 100 واحد قدامه؟ انت في البيت على سبيل المثال الأسرة لو 5 أفراد بتحتار فيهم،
في تعليمهم وتربيتهم وتنشئتهم، فما بالك بالمعلم اللي هو بيدخل الفصل 80 طالب وممكن يوصلوا ل100. في مشاكل غير المشاكل العينيه؟ يعني المشاكل التعليميه كثيره، مش بس العينيه بس، انما المشاكل التعليميه الاخرى زي مثلا على سبيل المثال هناك ابناء البلد من الطلاب. احنا هنا حاليا بيعمل في هذه المدرسه الطالبات فقط، لكن تلاميذنا بالنسبه للاولاد متفرقين في جميع البلاد. طبعا ده بيعانوا ان هم بيروحوا مسافات كبيره، بيصرف الاب مواصلات وبيصرف تكاليف تاني. فاحنا نتعشم ان هو لو دخل الجناح المبنى نفسه واتعمل ممكن نجيب الابناء. وطبعا لما بيكون التعليم في البلد، ابناء البلد من المعلمين الفضلاء بيكون ليهم دور في نهضه العمليه التعليميه. ولو ان سيادتك كده يعني كمسؤول او حبيت تشوف تقارن بين نتيجه المدرسه هنا ونتيجه ابنائنا اللي هم من نفس البلد في البلاد المجاوره. يعني على سبيل المثال ثالثه اعدادي انا نما الى علم ان ناجح فيها بنمر 19 واحد. تعال شوف نتيجتنا احنا هنا هو متفوق، لان ابناء البلد صراحه صغير وكبير كلهم بيساهموا، المدرسين وحتى القادمين من البلاد الاخرى، نظرا للجو اللي انت بتلمسه حاليا. احنا ما نعتبرش في مدرسه، نعتبر في حديقه طبيعيه، يعني تتمتع بالهواء وتتمتع بالخضره وتتمتع بالوجوه الحسنه المحيطه بينا. ده بينعكس على العمليه التعليميه في الفصل، ان الطالب او الطالبه بتكون مستريحه وقاعده في بيئه صحيه، وبالتالي حضرتك يحدث او حدث ما تراه بعينيك من تفوق للطالبات في المدرسة بمقارنة بالمدارس على مستوى المحافظة ككل. في مشاكل أخرى؟ احنا استكمالنا كلام أستاذ السيد النهارده، احنا النهارده بنكرم طالبتين فقط. تخيل سعادتك لو الكثافة عندنا قلت، واحنا عندنا المشكلة وعندنا الحل. المشكلة ان عايزين جناح جديد، والحل ان الجناح الأرض موجودة والتبرع موجود وكل حاجة، بس عايزين السرعة في ان احنا ننفذ المبنى. تاني مشكلة عندنا عايزين أجهزة تكنولوجية، يعني عايزين اوفر هيد بروجيكتور مثلا، عايزين شاشة عرض كبيرة. مفيش ميزانية في المدرسة ان احنا نشتري الحاجات دي، ولا الإدارة الحقيقة. طلبنا كذا مرة سنة واثنين وثلاثة، مفيش حد بيساعدنا بالكلام ده. لكن احنا لو توافقنا مع وكيل الوزارة، احنا بعتنا لكل المفروض نبعت له. يعني واخد حضرتك؟ محتاجين ايه بالظبط؟ محتاجين اوفر هيد بروجيكتور، محتاجين شاشة عرض كبيرة، واخد بالك ازاي؟ محتاجين مراوح مثلا، لابتوب مثلا، حاجات كذا جهاز. يعني اكتب طلب وانا هوديه لسياده المحافظ ووكيل الوزاره، وان شاء الله انا اوديه لك بنفسي. وسعداء انكم وصلتونا النهارده، يعني الحقيقه بعد السنين دي كلها. يعني بشكر حضرتك وباذن الله في تفوق دائما، ونجي لكم ان شاء الله السنه الجايه وهنلاقي فيه ناس متفوقين وهنلاقي طلبه متفوقين ومسيره التعليم. بشكرك. ومعنا رئيسة المركز المهندسة نبيلة علي، أرحب بها. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. أنت كرمت النهاردة الطلبة المتفوقين، أنت متابعة الاهتمام بالتعليم؟ طبعا، لأن التعليم هو الأساس بتاع المجتمع. لما يطلع شخص متعلم واعي مثقف يبقى احنا بنبني بداية صح، وده كمان بيبتدي من مرحلة الحضانة والتعليم الأساسي، بعد كده مرحلة التعليم الإعدادي. طب في مشاكل عينية كانوا اتكلموا عليها التقرير اللي جايبينها لسيادة الناظر المدير، فبيقول ان هو كان في قطعة أرض تبرعوا بيها وبمجهود الذاتي جمعوا 360,000 جنيه، وكان الإجراءات تتحولت أبنية تعليمية، بس المشكلة في الإجراءات. ايه رأي حضرتك؟ لا، هو الموضوع ده قطعة الأرض تم تحديدها عن طريق الوحدة المحلية، وتم رفع مذكرة للسيد الوزير المحافظ اللي تفضل بوضعها في المجلس التنفيذي، وتمت الموافقة عليها، وإن شاء الله هتدخل في خطة السنة دي بالنسبة لهيئة الأبنية التعليمية إن احنا هنبني جناح جديد هنا في المدرسة. طب توجه رسالة للطلبة من شأنها تقليل العنف في مجتمعنا؟ هو بالنسبة للعنف وزيادة شوية، لأن الأفلام اللي بتنشر في التلفزيون وعن طريق النت بتبقى هي شوية اللي بتعلم العنف، لكن ده بيجي من دور الأسرة الأول ودور المدارس بعمل ندوات تثقيفية عن طريق هيئة المدرسة وعن طريق الأسرة في البيت، يعني هو ده اللي هيقلل من نسبة العنف. طب بالنسبة للمعلم الناجح في وجهة نظرك،
ايه مميزاته او شروطه؟ المعلم الناجح هو ده البداية الأساس الصح، لأنه هو لو كان واخد دورات تثقيفية إزاي يتواصل مع الطلبة وإزاي يتواصل مع التلاميذ، وهو اللي يوصل لهم المعلومة والأخلاق الصح، وإن يكون في محبة بينه وبين التلاميذ أو الطلبة اللي معاه، هم هيسمعوا كلامه، فبالتالي أي حاجة هيقولها هتوصل لهم وهيحاولوا ان هم ينفذوها محبة فيه، قبل من انه يشرح، لان هو دور تربوي قبل ما يكون دور تعليمي. بالنسبة في همزة وصل بين المدرسة والطلبة أولياء الأمور غير مجلس الآباء؟ لا، هو ممكن يكون، بس لما بتكون في اي شكوى او في اي مستوى بالنسبه للطلبه يكون متدني، فبيجي ولي الامر بيتواصل مع الهيئه بتاعه المدرسه، وهم بيبقوا محددين ميعاد معين لاستقبال اولياء الامور، سواء بالنسبه للشكاوي او اي حد حب يتواصل مع اي مدرس من المدرسين لعدم تعطيل الدراسه. مجلس الآباء بيساعد برضو على نشاط الطالب مستمر وأخلاقه؟ طبعا، ولو في اي احتياجات بالنسبه للمدرسه بيتم توفيرها، ولو في اي سلبيات برضو هم بيقفوا ضدها في مجلس الآباء. بتأثر فعلا اذا كان على سير التعليم؟ طبعا ليهم دور اكيد. بشكر حضرتك يا باشمهندسة نبيلة، وان شاء الله معانا في لقاءات اخرى ان شاء الله. بشكر حضرتك. ان شاء الله، شكرا ليك. تحية قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه. حلم جميل في خيالنا نمشي في يوم عن جنة، حلم جميل في خيالنا ونمشي في يوم عن جنة، وبنالنا قصور وعيشنا قصور حياتنا ومستقبلنا، ولقيتني في عز هنايا والدنيا فرح وعيايا، ولقيتني في عز هنايا والدنيا فرح وعيايا، بتهني حبايبي معايا وتقول لي الكل ارتاحوا، ده مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان في نجاحه، حياة قلبي والأفراح. وبعد ما شفنا التقرير حاجة تشرف بصحيح. مدرسة خالد ابن الوليد بقرية العصارة طلع منها متفوقين جايبين الدرجات النهائية، أسماء وأميمة، يا ريت يكونوا مثال أعلى للطلبة. وبشكر سيادة النائب مرتضى العربي برضه ما فاتتوش التهنئة، هو ما كانش متواجد بس بعت مبلغ مالي للطلبة لتشجيعهم على التفوق. وبشكر محافظ أسيوط، وبشكر كل القيادات التنفيذية كانت متواجدة، والسادة الزملاء الإعلاميين والصحفيين، لهم منا كل الاحترام والتقدير.